السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكلكم طيبين. قبل أي حاجة كده يلا نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وكل إخواتي وحبايبي طيبين وبخير يا رب العالمين، ويتعاد عليكم الأيام بخير. طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين كده احنا مش في المطبخ، يعني مش هنطبخ ولا أي حاجة، بس الفيديو بتاع النهاردة ترفيه حبتين كده زي ما انتم شايفين. قلنا بقى ايه، نخرج عن الجو المعتاد. النهارده بقى هقول لكم اللي حصل. لقيت ادهم ابني بيرن عليا من بره، ماما. قلت له ايه يا حبيبي؟ قال لي اجيب لك شويه تسالي وانا جاي وكده عشان السهره بتاعه العيد. قلت له تمام يا بابا، هات اللي انت عايزه. هات ايه؟ قال لي هجيب ايه اللي انت عايزاه. قلت له هات لب وزدان. قال لي تمام يا ماما. شويه فاكهه بتاعه انت جاي. قال لي تمام يا ماما. ابص بقى الاقيه بدل ما يجيب لب وزداني ولا فاكهه ولا الكلام ده كله، لقيته جايب لي شنطه الكاندي الجميله اللي انتوا شايفينها دي. الحقيقه ان انا بحبها جدا، هو فاجئني بيها والله وجابها لي، يعني ما شاء الله. فطبعا انا بحب الكاندي جدا، فاتبسطت ان هو جابه يعني. يلا بقى دلوقتي نشوف هو جاب ايه معاه وهو جاي. زي ما انتم شايفين كده، اول نوع فضيناه ده اللي هو الكاندي اللي بيبقى محشي من جواه كده مارشميلو. تمام. وبرده فضينا هنا كان جايب نوعين من المارشميلو. يعني هنا كده هنلاقي ايه كام نوع مختلف من الكاندي، وبأطعمة طبعا كلها مختلفة عن التانية زي ما انتم شايفين. بصوا دي بقى بتفكرني بنوع اللي كنا بنجيبه زمان بتاع العرق سوس، لما كنا بنجيبها شرايط كده ببعضها ونفكها من بعضها، كانت بتبقى شبه دي بالظبط. هنا بقى الكاندي ده كان بطعم الفراولة، زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى الكاندي ده كان بطعم البرتقال، جميل برضو جدا. فضيناه بقى بالشكل ده كده اهو. ودي بقى يا جماعه كانت عجباني جدا لما جابها. دي قال لي ماما انا جايبها لك مخصوص. قلت له ايه دي؟ قال لي مارشميلو برضو، بس ايه يعني شكل مختلف. كانت جميله كده بطعم الموز، بس جميله جدا ما شاء الله. وهنا ده بقى شفتوا انتوا الجيلي، هو ده جيلي زي الجيلي كده. برضو جبنا منه البرطمانين دول، يعني مختلفين. ده اللي انا فضيته اول واحد ده كان اللي هو على شكل دباديب كده الوان، وهنا دي كانت على شكل نجمه برضو اللي فضيناها. اما اللي في الكيس ده بقى كان كاندي على شكل توت، زي كده زي ما انتم شايفين كده، كان على شكل توت اهو. اشكال جميله جدا ما شاء الله. طبعا احنا عارفين الاولاد بتفرح بالحاجات دي قوي والله. ومش الاولاد بس، هقول لكم حاجه، انا نفسي بحب الحاجات دي اكتر من الولاد. دي بقى اللي هي بتزاية ايه، بتزاية زي الجيلاتينا كده، على شكل بيتزا، بس طبعا برضو جيلي اهو. هي طبعا بتبقى جايه مثلثات كده، قطع كده مثلثات زي ما انتم شايفين، على شكل ايه، على شكل مثلثات البيتزا. جميله جدا برضو، عجبتني، كان طعمها حلو قوي. رصيناها بقى بالشكل ده كده. دلوقتي بقى نشوف جبنا ايه كمان. هنا كان جايب بقى اللي هي علب البونبوني دي اللي بالشكل ده كده، برضو حلو قوي، الولاد بيفرحوا بيها. هفضيها هنا بقى كده في النص بالشكل ده، بيبقى شكله حلو قوي. الطبق ده بقى بعد ما بيخلص كده بيبقى شكله جميل جدا. وهنا بقى كنا جايبين منها كذا علبة كده ففضيناهم، وده كده شكله ما شاء الله. بصوا بقى بعد ما ترص بقى شكله جميل ازاي. ده كده اول طبق معايا، حطينا فيه المارشميلو، حطينا فيه الكاندي، وحطينا فيه البونبوني، وحطينا كده ايه شوية حاجات تشكيلة جميلة. دلوقتي بقى الطبق التاني. انا هنا عندي كيس الطوفي ده، طبعا هحطه مع الكيكة كده اللي انا جايباها دي اللي هي الميكس. حطيت في الطبق ده الكيكة، وحطيت فيها البسكوت اللي كان موجود، وحطيت كمان فيها الطوفي اللي هو كان في الكيس ده اهو بالشكل ده كده. وده كده الطبق التاني. ادي كده الطبق التاني. نيجي هنا بقى للطبق التالت. هنا حطينا ايه، حطينا الشيبس كده زي ما انتم شايفين، كنا جايبين شيبسي
وكنا جايبين دوريتوس، وكنا جايبين طبعا شيبسي هنا بطعمين، كنا جايبينه بطعم الجبنه المتبله وبطعم الخل والملح. وهنا بقى الدوريتوس كمان اهو بالشكل ده كده. هنا بقى كده كان جايب كمان رقائق عشان سلطان، هو عارف ان سلطان بيحبها جدا فجاب له منها النوع ده اسمه تيميز. تمام، دي علبة كده كانت عليها عرض تقريبا 20% زيادة يعني، وبتبقى بالشكل ده كده من جوه. جاب له منها النوع ده، وكمان جاب له اللي هي بحشوة الشوكولاتة من جوه، دي بطعم الكاكاو بحشوة الشوكولاتة، العلبة الصغيرة التانية دي. ودول كده عشان سلطان. وكمان جاب لنا حاجة ساقعة كده زي ما انتم شايفين، يعني بصراحة ظبط لنا الدنيا ادهم، ربنا يخليه يا رب. ودي بقى كانت خلاص الشكل النهائي كده لسهرة العيد الجميلة ولمتنا الحلوة. ربنا يا رب ما يقطع لحد عادة، ودايما كده يا رب نبقى كلنا ملمومين في وسط بيتنا وعيالنا يا رب العالمين بخير. هنا الكيكة بتاعتنا طبعا كنت بفتحها واوريها لكم، تبقى جميلة جدا، انا بحب النوع ده قوي من الكيكة. ودي طبعا الدبدوبة الجميلة المارشميلو، بفتحها هنا عشان اوريها لكم اهي، كانت عجباني جدا، شكلها كان حلو قوي. هنا طبعا بقى ايه، من كتر ما كانت عجباني ما قدرتش استنى وخدت حته كده زي ما انتم شايفين منها، كانت روعه يا جماعه، طعمها حلو قوي. وده الكاندي اللي كان بطعم الفراوله. اما هنا بقى التوفي بتاعنا ده كان بحشوه الكاكاو او حشوه الشوكولاته من جوه زي ما انتم شايفين كده. وهنا طبعا البسكوت ده كان عاجبني جدا، كنت جايبه منه علبتين، علبه من الشكل ده وعلبه من الشكل التاني اللي هو الباكو التاني اللي في الطبق. دول كانوا اخر اتنين قاعدين طبعا، فقلت اوريهم لكم كده عشان اللي حابب يجيب منهم، هم حلوين قوي، طعمهم عجبني جدا، جربتهم يعني وحلوين، فقلت اوريهم لكم. وده الشكل النهائي للاطباق بتاعتنا الجميله. حبيت طبعا اعيد عليكم النهارده بالمناسبه الجميله دي، واقول لكم كل سنه وكلكم طيبين، ودايما كده يا رب متجمعين في الخير، ويعود علينا وعليكم الايام بالخير. يعني كده حبينا نطلع بره الروتين بتاعنا بتاع الطبيخ والمطبخ وجو المطبخ، وعملنا كده فيديو ترفيه مختلف طبعا عشان سهرة العيد بتاعتنا. كل سنة وكل حبايبنا بخير يا رب. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم منا كل جديد. اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعاية الله.